أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد الزواج فبماذا تنصحني؟ وأطلب منكم الدعاء أثابكم الله. نسأل الله أن يهيئ لنا ولك ولجميع المسلمين من الأمور الرشد. أولا تستعين بالله عز وجل وتكثر من الدعاء أن يوفقك للمرأة الصالحة التي تقر بها عينك في الدين والدنيا والآخرة، وأي أمر تريده وأي مصلحة تطلبها إذا أنزلتها بباب الله فإن الله لن يخذلك، واصدق مع الله في دعائك فإن الله لا يخيبك. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب، وأهم هذه الأسباب أولها بر الوالدين، فأوصيك ألا تنكح امرأة إلا وقد جعلت بر الوالدين أساسا في نكاحها. فهنيئا لك إذا دخلت وطلبت ونكحت ووفقت في نكاحك ووالداك راضيان عنك، هذه نعمة من الله. وإياك ثم إياك أن تخذل والديك أو تؤذيهما بنكاحك، وعليك أن تعلم أنك إن اتقيت الله في والديك في نكاحك فلن يخيبك الله، ولن تكون العاقبة إلا خيرا، فإن المتقي ضمن الله له العاقبة، فقال تعالى: والعاقبة للتقوى، وقال سبحانه: والعاقبة للمتقين. فالله ضمن لك حسن العاقبة بتقواه. ومن أعظم التقوى في الحقوق بعد حق الله بر الوالدين. ابحث عن الزوجة التي ترضاها أمك ويرضاها أبوك، وإذا أبوك قال لك: أريدك أن تنكح ابنة عمك وكانت أقل جمالا، فالتمس مرضاة الله. هذا امتحان لك، امتحان لوفائك لبرك. فليس الزواج قائما على الجمال وليس قائما على المال، ولكنه قائم على الدين والخلق. ومن أعظم الدين برك لوالديك، ومن أعظم الخلق وفائك لوالديك. فإذا ذهب بعض الجمال في مقابل جمال أكمل منه وهو رضا الله ورضا الوالدين، فهذا أجمل ما يكون. فابحث عن شيء يرضي والديك بعد رضا الله سبحانه وتعالى. وإذا قالت الوالدة: أرغب أن تنكح بنت خالتك أو بنت خالك، أو تعلم أن هذا يدخل السرور على أبيك وأمك، فاستعن بالله. ولذلك من حرص على بر الوالدين وجعل بر الوالدين غايته بعد رضا الله سبحانه وتعالى في نكاحه، فإن الله سيوفقه، والنوايا الصالحة عواقبها حميدة. فابحث عن شيء يرضي والديك، وهنيئا لك إذا وفقت لزواج وهو مصلحة لك وبر والدين. الأمر الثالث أن تحرص على أن تبحث عن شيء يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. تكون نيتك في هذا الزواج أنه يعينك على آخرتك ويقربك من الله، وهذا يجعلك أن تبحث عن ذات الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من أصابها بأنه ظفر، فقال: فاظفر بذات الدين. والظفر لا يكون إلا في الغنيمة. المرأة الدينة إن غبت عنها حفظتك في فراشها وعرضها وحفظت أولادك. المرأة الدينة إذا قلت لها اتق الله تخاف. المرأة الدينة إذا آذتك في شيء ذكرتها بالله عز وجل تذكرت تبصرت. إذا قلت لها إن أهل العلم يقولون أن هذا حرام انزجرت. المرأة الدينة خير كثير وفضل عظيم، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين. وذات الدين أي صاحبة الدين، أي التي صحبت الدين فلزمته في قولها وعملها وظاهرها وباطنها. فاظفر بذات الدين. فابحث عن شيء يقربك إلى الله، وليكن تفكيرك أن هذا الزواج تلتمس به شيئا في الآخرة. من النصيحة التي أنصحك بها: إذا تيسر أن تجعل زواجك فيه أجر لك وثواب
بأن تبحث عن امرأة يتيمة وتحتاج إلى من يكفلها، فتجعل في حظ الدنيا من زواجك واستمتاعك شيئا تقدمه للآخرة. تسمع بامرأة ذات دين وذات خلق والخطاب يعزفون عنها لأن جمالها قليل، فتقول أريد أن هذه امرأة دينة وأريد أن أجبر بخاطرها، ونحو ذلك من المقاصد الحسنة. أنا لا أقول لك أن هذا واجب عليك وأنت تستشيرني والمستشار مؤتمن، فأقول لك اجعل في زواجك حظا لآخرتك. وهكذا مثل أن تكون المرأة في وضعها الناس تعرض عنها وتحتقرها، وتريد وهي ذات دين وتريد أن تجبر هذا منها، فهذا يكون في ميزان حسناتك. إذا تيسر لك أنك تنكح المرأة وخطبت امرأة ووافق عليها، فحينئذ أوصيك أن تقيم زواجك ودعوة الزواج بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن لا تعصي الله في زواجك، لأنه عمت البلوى بالبذخ والإسراف في النكاح. فاجعل زواجك على القسط، فخير النساء أيسرهن مؤونة، وهذا من بركة النكاح. وإذا جمعت الناس على الزواج أو أردت أن تحتفل بزواجك وتحتفي به، فاحتفل وأنت حامدا لله شاكرا له على فضله، ليس متعاليا بهذه النعمة ولا مؤذيا لغيرك. بعض الناس مثلا وسع الله عليه في المال وعنده قرابة ضعفاء، فلو أنه عقد النكاح بطريقة سيضر بقرابته، لأن الغير سيقتدي به، فيقول أنا لا أريد أن أبالغ في نكاحي، لأني إذا بالغت آذيت قرابتي، فهذا بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الرجل الصالح الذي يكون عنده المال الصالح، وقد قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. فتجده إذا دعي لمعصية الله في ماله يخاف، ويقول مثلا يستطيع أن يستأجر قصرا ب10,000 وقصر ب5,000. في قصر ب5,000 ما أظن إذا كان غرفة ولا الله المستعان، فيأتي ويستأجر ب5,000، يقول لو استأجرت ب10,000 غدا جماعتي يتنافسون فيما، لأن النساء بينهن فتنة والرجال بينهم فتنة. بمجرد أن يزوج فلان ابنه بالقصر الفلاني يقول بنتي وابني ما هو أقل من فلان، وهذا بلاء عظيم جر على الأمة ويلات. والله إننا مسؤولون أمام الله، معاشر طلبة العلم والمنتسبين إلى العلم، مسؤولون أمام الله عن هذه النفوس المجروحة المكلومة. ولذلك ينبغي تنبيه الناس على أنهم يحرصون قدر الحرص على أن يكونوا قدوة، فلا يبالغوا في أمور النكاح. فإذا كان لك قرابة ويتضرون تأخذ في نكاحك بالقسط. إذا أردت أن تصنع النكاح مثلا، إذا أردت الدخول على أهلك صنعت النكاح ودعوت الناس وأردت أن تدخل بأهلك وزوجك، فأوصيك أن تجلس مع زوجتك وأن ترسم لها منهجا في الحياة، وتقول لها يا أمة الله إني أريد بيتا يقربني إلى الله، إنا نريد زواجا يكون نافعا شافعا في لقاء الله، إن الدنيا فانية واللذة والشهوة وطر ساعة ولكنها لا تدوم، فلنبني شيئا يبقى للآخرة ويرضي ربنا، لنقم هذا البيت على طاعة الله على مرضاة الله. يا أمة الله هلمي إلى داعي الله، الحلال حلال ولو حرمه الناس، والحرام حرام ولو أحله الناس. يا أمة الله لا تقولي لي قال فلان وعلان، دعينا نبني بيتنا على شرع الله ومرضاة الله. وهكذا من النصائح التي توجهها فيها وتكون نصائح أساسية لبناء الحياة الزوجية. ثم إذا دخلت في زواجك فأوصيك أن تنتبه لنفسك، إياك أن تظن أنك تريد أن تدخل بيت الزوجية لامرأة كاملة مكملة. عليك أن تتوقع، والله يستر فيما تتوقع، لأنك تتعامل وهذا لنا رجالا ونساء. الله يقول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا،
فأنت ستتعامل مع الظلوم الجهول. ولذلك لا تظن أن البعض، نقول هذا لأن البعض يظن أنه إذا تزوج متدينة يقول فوجئت، ومثل ما يقول بعضهم صدمت وكذا، عبارات عجيبة، لأن مثل هذا أصلا في الأساس لم يكن عنده ما وصاه الله عز وجل به من النظر إلى حقيقة من يعامل. ليس هناك أحد كامل، ولذلك الله يقول عن أهل الجنة فمن ثقلت موازينه وقال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. فهذا شأن العبد الناقص، فلا يظن الإنسان أنه يجد كاملا، وأن المرأة إذا وصفت له بأنها داعية وصالحة أنها مكملة. وهذا هو الذي جر حتى على بعض الأخيار المصائب في حياتهم الزوجية. إنما تدخل وأنت تعلم أنك بمجرد أن تدخل بيت الزوجية فقد دخلت إلى بلاء وامتحان وإلى كبد الدنيا الذي خلقك الله من أجله. لقد خلقنا الإنسان في كبد. تدخل وأنت متسلح بالإيمان، تريد شيء يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، إن وجدت خيرا قلت الحمد لله والفضل لله، وإن وجدت غير ذلك أصلحت وقومت وصبرت وصابرت واحتسبت. فلا تدخل وأنت تتوقع حياة مليئة بما يقال السعادة. السعادة في قلبك حينما ترضي ربك وترضى بقسمة الله وترجو من الله حسن الخلف. يدخل ولي الله المؤمن فيكسر في بيته ويسمع ما يسوءه وما يؤذيه، ولربما ذلك أمام أولاده، ولربما يكون كبيرا في السن، في كبر سنه، ربما يسمع من المرأة، يسمع من قرابتها، وتأتي المرأة لتعيد هذا الأمر ليقول بينه وبين الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها. يحمد الله على كل حال ويسترجع ويكون قدوة في الصبر والاحتساب. لا تدخل بيت الزوجية وأنت تظن أنك تعيش حياة هنية، أبدا. ما استقامت للأنبياء ولا استقامت للصلحاء ولا استقامت للأخيار والأولياء، أفتستقيم لك أنت؟ وما استقامت في العصور المفضلة وهي قريبة من مشكاة النبوة، أفتستقيم لك في زمان الغربة؟ وما استقامت والمرأة ليس حولها أحد يحركها، فكيف تستقيم وهي من بين يديها ومن خلفها تؤز إلى أذيتك أزا؟ فإذا دخلت حياة الزوجية تدخل وأنت تبحث عن الأجر والثواب ولا تبحث عن شيء. ثم مما يوصى به وختام ما يوصى به أن الإنسان يحمد الله على كل حال، بمعنى أنه إذا رأى الخير حمده وشكره ونسب الفضل إلى الله عز وجل، وإذا رأى غير ذلك فليتعزى بما هو شر من ذلك. إذا كان الإنسان وجد في بيته شيئا يسوءه من امرأته فإن عليه أن ينظر أن هناك ما هو أسوأ وما هو شر. وهذا من نعم الله عز وجل على العبد إذا ابتلي بالمصيبة، أنه يعلم أن الله قادر على أن يبتلي بما هو أعظم منها فيصبر ويحمد الله ويشكره. وإذا عظمت مصائب الزوجية وعظمت البلايا واشتدت الأمور فابحث عن شيء يقربك إلى الله، والذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى هو صبرك واحتسابك للأجر عند الله سبحانه وتعالى. حتى المرأة، وليس هذا خاصا بالرجال بل النساء، المرأة قد تفاجأ تتزوج بالرجل الصالح ويخذلها، مثل ما أن النساء عندهم قصور كذلك الرجال عندهم قصور. فالمرأة الصالحة لا تفكر في زوجها، لا تفكر أنها تنتظر من زوجها الكلمات المعسولة والثناء، بل إنها قد تطبخ وتنفخ وتأتي وهي مرهقة متعبة لتضع له طعامه بين يديه، فإذا به يكون في غضب ولا في ضرر في عمله ووظيفته، فيأتي ويصب بلاءه عليها. فعندها تعلم أنه لا يجبر الكسر إلا الله، وأن في الله عوض عن كل شيء مهما كانت لذته. بالأمس كانت تتلذذ بزوجها وتتنعم، وإذا به فجأة كشر عن أنيابه وتغير، فتقول الحمد لله على كل حال، لي رب يجبر كسري ويرحم ضعفي ويعظم أجري في صبري، لي رب ما خذلني. يسأل العبد نفسه هل خذله ربه؟ حاشا. من هذا المخلوق الذي أمامك من زوج أو زوجة؟ عامل الله وكن واثقا مع الله،
وإذا امتلأ بيت الزوجية بالهموم والمشاكل فاعلم أن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فاجعل هذه الهموم وهذه الغموم في صدرك واشتكيها إلى ربك. لا ينطلق الرجل إذا دخلت حياة الزوجية، لا تضيع الأجر على نفسك، اصبر صبر الصابرين الموقنين واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والمرأة تصبر بثبات وبقوة صبرا جميلا، لعل الله أن يرفع درجتها بهذا الصبر. إن من الناس من دخل الجنة بصبره على البلاء في بيت الزوجية، رجلا كان أو امرأة. إن من الناس من رفعت درجته وعظمت حسنته، ومنهم من أحبه ربه وأعلى منزلته ورضي الله عنه وأرضاه بسبب مشاكله في بيت الزوجية. تجده يؤذى فلا يكلم أحدا عما يعانيه من زوجته. امرأة كان يضربها زوجها ويؤذيها وعاشت معه 6 سنوات وهي تضرب ضربا مبرحا، وهي تأتي إلى البيت وتمدحه، تقول فلان ما شاء الله زوجي، ما شاء الله تبارك الله، أنا في خير، أنت نعمة، وتوري تقصد أنها خير من غيرها من هو أشر منه، وتجتهد في دعوته ونصيحته حتى قلبه الله فإذا به من خيار الأزواج، وأصبح تحت أمرها. الآن لهم أكثر من 13 سنة، يعني 7 سنوات مثل المدة التي مضت، وهو مثل الخاتم تصرفه كيف شاءت بإذن الله، من الصبر واحتساب الأجر. لن يخذلك الله، ومهما رأيت في المرأة من قصور فلا تبحث عن الكمال. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا